السلام عليكم ورحمة الله. ما هي أولويات بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر؟ هيا بنا لنعرف كل تفاصيل عن هذا الخبر. كشف السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر عن أولوياته القصوى مع الخضرة خلال الفترة الحالية. وتحدث بيتكوفيتش في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قائلا: أول شيء أريد تحقيقه منذ البداية هو تكوين مجموعة تتميز بالإيجابية. وواصل في سياق متصل: يجب أن تكون هذه المجموعة من اللاعبين تمتلك الرغبة في اللعب مع بعضها البعض. بعدها ننتقل إلى أمور أخرى مثل الجانب التكتيكي من أجل تقديم تضحيات وجعل جميع الجزائريين فخورين. وعن المواجهتين المقبلتين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا، قال بيتكوفيتش: المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية مهمة بالنسبة لنا. سنواجه منافسا أثبت في آخر نهائيات لكأس أفريقيا أنه منتخب ويملك قيمة، ويملك 7 لاعبين أو 6 ينشطون في أندية أوروبية محترمة. وأضاف: صحيح نحن مرشحون على الورق للفوز في المباراة، لكن يجب أن نظهر أننا نستحق تحقيق الفوز. وختم: بالنسبة لمباراة ليبيريا فهي مواجهة مختلفة تماما عن الأولى، لأننا سنخوض اللقاء على أرضية ميدان اصطناعية، وسنحضر بعد مباراتنا الأولى لمدة 3 أيام لهذا اللقاء الذي سيجرى على أرضية ميدان صعبة. هذه تفاصيل الخبر، وإذا عجبك الفيديو فدعم المقطع بلايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.